بعد نهاية الجولة الثانية بتعادل نادي الزمالك مع المقاولين العرب، مؤشر خطير جدا. الدوري منتهى الجمدان. احنا قاعدين بنتفرج على المقاولين، ممكن يجيب هدف في اي لحظة، الزمالك ممكن يجيب جون في اي لحظة. محمد مكي عمل مباراة كبيرة جدا على يانيك فييرا المميز، مدير فني مميز وعنده عناصر مميزة جدا. الفينا البرازيلي ده لعيب عفريت، ده لعيب بشماله لما يندمج كده مع نادي الزمالك هيكون خطير قوي على اي باك شمال بيلعب في الدوري، ما بيفكرش مرتين، دي حقيقة. عدي الدباغ لعيب كبير قوي، ولما خرج حسيت بفرق في الحته الهجوميه لنادي الزمالك. لكن مؤشر الدوري السنه دي صعب جدا، انت مش هتقدر تتنبأ باي مباراه. الدقيقة 90 هي دي اللي هتفصل معاك مين اللي اخد 3 نقطة ومين اللي اخد نقطة ومين اللي خسر المباراة. المصري بالعلامة الكاملة تصدر الدوري العام ب6 نقاط، النادي الاهلي ثم زد ثم الزمالك ثم مودرن فيوتشر، وللاسف الاتحاد السكندري يتزايل جدول الترتيب، ودي اسوأ بدايات النادي الاتحاد او النادي السكندري. زعيم الامه وسيد البلد، يا عم ارحمنا، اكسب ماتش. عايزين نادي الاتحاد ما يمرش بنفس ظروف نادي الاسماعيلي السنه اللي فاتت، ما احنا مش هنستحمل بقى نطلع 3 ويبقى 25، ما انت مش هتنزل الاتحاد ما ينزلش يا جدعان.